هنيجي نندم في الاخر على اللي بيحصل ده، والله هتشوف. افتكر اللي انا بقوله لك. انت كراجل مدريدي هتبص تلاقي ضيعت ماتش اتلتيكو، ما كسبتش ولا ماتش تقيل. الماتش الوحيد اللي كسبته ماتش السيتي، تمام، في الموسم كله. مستواك في الدوري مزري. وبرشلونة، انتوا الاثنين اتعادلتوا يا بتوع مدريد، دبيتوا في بعض. انا رايح اكسب اشبيليه 5-1، يبقى فرق نقطتين. ابقى انا 48 كبرشلونه، وانت كاتلتيكو 49، وانت كمدريد 50، وانا هقابلك في الكلاسيكو اديك على وشك واطلع اركب الدوري وانسى. ده كل ده بايه؟ ده بشويه اطفال. وانت اللي معاك امبابي وفينيسيوس، وانت اللي معاك الفاريز ومعاك جريزمان ومعاك كوري. لا 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 يا باشا، غشامه ما بعدها غشامه بتحصل من برشلونه. بص، في تفصيله كده قريتها، تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في الاجازه اللي فاتت لعيبه برشلونه اللي راح فيهم المغرب، واللي راح فيهم امريكا، واللي راح فيهم مش عارف فين، لان كانوا واخدين اجازه 3 ايام. هانز فليك الاجازه دي قال لهم مفيش